تكريم واحتفاء بيك كبير، وانا بصراحه شايف ان انت تستحق لان الله انت يخليك، مميز. الله يخليك. النهارده يعني كان على هامش التكريم، النهارده كانت ندوه بالنسبه لصناعه السينما وسينما الشباب وايه المشاكل اللي بتعاني منها صناعه السينما. واعتقد احنا اتكلمنا بقلب مفتوح، بغض النظر بقى مش قصدنا يعني مفيش شخصنه، مش قصدنا نخبط في جهه ولا نعاتب منتج ولا ممثل ولا الكلام ده، احنا بنطرح المشاكل اللي بتقابل الناس. واعتقد كده في الاخر بس احنا لخصنا ان احنا لازم نمشي. وكده كده ما بتكلمش على الممثلين الكبار ولا المخرجين الكبار ولا شركات الانتاج الكبيره، انا عايز شركات انتاج اكتر وممثلين زياده ومؤلفين ومخرجين شباب، لان هو ده العنوان بتاع المهرجان. يعني صحيح ما فيش شباب، كلنا قاعدين ستينات بس ماشي، كنا عايزين الشباب يبقى موجود يقول مشاكل. لفت انتباهي ان حضرتك ملم، يعني أو مش طبعا اكيد ملم، لكن تفاصيل صغيره في صناعه السينما. حضرتك يعني بتقول للناس ركزوا في الشغل اكتر، لما ننجح ما نقعدش نطلب طلبات. فكانت بمثابه لا ده انتوا كمان ركزوا يا جماعه، النجاح مش في الحدث ده، لا اللي بعده كمان انجح فيه. مش عشان انت نجحت تطلب فلوس كتيره قوي، ده بمناسبه الفيلم اللي طلب مخرج وطلب. يعني بص، خلي بالك انا يعني مش هقول لك فنيت حياتي وعمري، بس انا جربت اكتر من مجال. يعني اشتغلت في بنك ورحت عملت شركه كمبيوتر واشتغلت في شركه سياحه. انا حبيت السينما او حبيت المجال الفني ومنه طلعت للسينما، ومن ساعتها بقى خلاص بقى ده حاجه في الدم. كويس، مع الاحباطات مع النجاحات مع الكلام ده كله فبركز. في نفس الوقت اشتغلت توزيع افلام امريكاني، واشتغلت في ان انا جبت استوديوهات ومعدات، وبعدين دخلت في السينمات، انا بعمل سينمات. فانت عندك خليط وتجميع حلو قوي لمعلومات من الصناعات الاخرى ومن الاسواق في التوزيع الخارجي. فبيبقى عندي التفاصيل، وعندي تفاصيل في مصر كمان بحكم الغرفه، بحكم لجنه السينما، بحكم ان انا موجود وبقابل ناس وبنتج. فانت اكيد لما تكون منتج وموزع وصاحب دار عرض اكيد وبتلم بكل الحاجات دي، فانت عارف ايه اللي بيحصل حواليك، فبتقدر تشخص على قد ما تقدر المشكله فين. زي بالظبط زمان الدكتور بتاع زمان كان بيعتمد بس على موهبته وعلمه واحساسه، النهارده عنده تحاليل وعنده اشعاعات وعنده حاجات كتيره جدا بتقول له يعمل ايه. فانت عندك الحاجات دي كلها الكرفانات عامله مشاكل. الكرفانات، مشكله الكرفانات ان هي بقت في حاجه، بقت هوايه، بقت نوع انواع التفاخر، زي العربيات اللي يقول لك انا عندي عربيه ما فيش منها غير اربعه في مصر وبتاع، زي نمر العربيات. فهي بقت الكرفان الكبير ولا الكرفان الصغير، ما بقتش هي بس مجال للراحه يعني. كويس، ده عند بعض الناس مش عند كل الناس. وبعدين مساله الكرفان ان انت تجيب لي الكرفان الكبير، لان انا الكرفان الكبير ده بالنسبه لي يبقى انا نجم كبير. طيب ماله الرقم اللي بتحققه؟ ما هو لا يعني انك حققت رقم، لان السينما عمل جماعي، ان انت بقيت نجم كبير، لان العمل الجماعي بيقول ان في مخرج وفي ممثل وفي مدير تصوير وفي مؤلف وفي فنيين انتاج، العمل كله مع بعضه بيطلع العمل يبقى كويس ويطلع العمل كبير. مش جاي في كرفانات زي المساعدين، مش لازم يبقوا سبعه ثمانيه يعني. وبعدين يقول لك امريكا، لا مش امريكا، هي امريكا فيها حاجات غير كده خالص. في سيستم يشوفوا العقد بتاع الممثل في امريكا 70 80 ورقه، وممنوع يتكلم في ايه وممنوع يتخن ازاي وممنوع ياكل ايه يعني موضوع كبير تاني. هم صناعه واحنا صناعه نفس صناعه السينما، بس احنا عندنا الادوات يعني على قدنا شويه. عايز هيرجع امتى بفرقه موت؟ ان شاء الله باذن الله، يعني هو على اول 10 ان شاء الله باذن الله نرجع نصور تاني. بس احنا مستنيين دلوقتي نظبط التصوير، لان هيبتدي التصوير بتاع بودابست، وبعدين لما نرجع نكمل مصر. لان مشكله الفيلم ده اللي الناس ما بتعرفهاش ان انا عندي ديكورات، الديكور بياخد 8 اسابيع يتبني. يعني لو خلصت التصوير وهبتدي ديكور هقعد شهرين في البيت. المفروض يبقوا ماشيين بالتوازي مع بعض، بس ساعات بتبقى الجدول لما بيختلف ما ينفعش بقى. يعني ارض زراعيه بتبني عليها قريه، ارض في المدينه بعدين عليها مدينه اسيوط يعني. فديكوراتنا كلها تلاتينات، اي حاجه هتبقى الشارع عايزه تلاتينات، العربيات عايز تلاتينات. بس فهي دي صعب آه، ومكلف. بس مكلف وبياخد وقت كتير يعني. توفيق، تكسر الدنيا ان شاء الله. يا رب يا رب يكرم ان شاء الله ويعجب الناس. تسلم يا حبيبي.